سعر العقار هو اللي بتشوفه في الإعلان، لكن هل السعر ده بيناسب القيمة الفعلية اللي موجودة في العقار ولا لأ؟ لأن القيمة الفعلية للعقار مش بس مجرد رقم، ولكن دي موجودة في كل تفصيلة موجودة في العقار اللي انت هتشتريه، زي مكانه فين وحالته عاملة ازاي وبيتأجر بكام أو هيتأجر بكام، مين اللي هيشتريه منك لو فكرت تبيعه تاني، هل عليه طلب ولا لا. كل ده واكتر حاجات بتخليك تعرف هل قيمة العقار فعلا مناسبة للسعر اللي معروض بيه ولا لا. ولو انت ناوي تدخل الاستثمار العقاري لازم تكون بتعرف تقيم العقار بنفسك علشان تقدر تحدد اذا كانت الصفقة دي كسبانة ولا مناسبة ولا تهرب منها. وفي الجزء ده انا مش هكلمك عن تقييم العقار وبس، انا هكلمك عن طريقة للتفكير ازاي المستثمر العقاري بيقدر يحكم على امور ويشوفها بعين صحيحة. واولا، هو يعني ايه اصلا تقييم عقار؟ خلينا نتكلم بمفهوم بسيط ونقول ان التقييم مش هو التسعير. سعر ممكن اي حد يطلب اي رقم في اي عقار، ولكن القيمة هي اللي بتحدد اذا كان التسعير ده زي ما قلنا فرصة ولا مجرد مناسب ولا لأ مش مناسب وأهرب منه. فالتقييم يا صديقي باختصار هو فهم وتحليل ومقارنة للعقار ده بالعقارات المماثلة ليه. وهدفك من التقييم هو انك تعرف القيمة السوقية الفعلية للعقار، هل في فرق بين قيمته وسعره المعروض، هل مناسب للهدف اللي احنا اتكلمنا عليه قبل كده وحددناه وداخلين العقار عشانه، هل في عيوب مستخبية. كل دي حاجات بعرفها وانا بقيم العقار. والمحور التاني اللي انا حابب معاك عليه هو الاساسيات لتقييم اي عقار. اول حاجة لازم تبص عليها وانت بتقيم العقار هو الموقع، ومش بس في اي حي لكن كمان قربك من الخدمات وسهولة الوصول. المنطقة فيها نمو ولا اكتملت، وكمان طبيعة السكان ومين اللي هيأجر أو هيشتري مني، أو لو هسكن مين اللي هيعيش معايا وحواليا في المكان. وتاني حاجة بعد المكان والموقع هي الحالة العامة للتشطيب، لأن زي ما احنا عارفين إن عمر العقار تقريبا 100 سنة. أنا بشتري في أنهي مرحلة بالظبط من عمر العقار؟ والتصميمات الداخلية واستغلال المساحات والتصميمات الخارجية، كل دي حاجات بتفرق في التقييم العقاري. وطبعا نوع التشطيب، هل بشتري حاجة بدون تشطيب ولا نص تشطيب ولا تشطيب كامل. وبما اننا اتكلمنا على التقسيم الداخلي فخلينا نتكلم على تقسيم وتوزيع الغرف واستغلال المساحات، لان في النهارده شقق ممكن نقول 130 او 150 متر افضل من شقق عند مطورين تانيين 100 متر. ده بيحصل في السوق فعليا، فلازم تار العقار بعناية وتبص بعين الخبير على الجزئية دي. ومن ضمن الأساسيات اللي بنقيم عليها العقار هي الخدمات والمرافق. الخدمات في الكومباوند أو في المشروع أو في المنطقة اللي أنا بشتري فيها، والمرافق العامة، الخدمات اللي زي الأمن والجراشات والأسانسيرات في مولات حوالي، كل دي خدمات بتساعد وبترفع من قيمة المشروع. كمان المرافق الأساسية والبنية التحتية واهتمام بوجود مدارس ومستشفيات ومراكز خدمية حواليا، كل الحاجات دي بترفع من قيمة استثماري سواء كنت بشتري بغرض السكن أو بغرض الاستثمار. وخليني دلوقتي أتكلم معاك في واحدة من أهم الأدوات اللي بنقدر بيها نقيم العقار، وهي طريقة المقارنة السعرية. إن أنا أبحث عن العقارات المشابهة في نفس المنطقة بنفس المساحة بنفس التشطيب وأشوف متوسط السعر، هل في تغيير ما بين العقارات المتشابهة ولا لأ، واسال واعرف السعر الفعلي لو انا بشتري ريسيل، ايه الفرق ما بين سعر العروض اللي موجوده وسعر التنفيذ على ارض الواقع. وانا بقارن عن طريق السعر بقدر استغل ادوات البحث اللي موجوده على النت والمنصات اللي بتتكلم على العقارات، تخليني اعرف الارقام في المنطقه او في الوقت ده او عند المطور ده سعرها عامل كام دلوقتي. وتاني طريقة اللي بنقيم بيها العقار هل هو مناسب لو العقار بالفعل موجود ومتأجر. ولو جينا ناخد مثال على عقار تمنه 10 مليون جنيه، فلو بيجيب دخل سنوي 600 ألف جنيه،
فهو بيجيب بس 6%. وفي عقار تاني برضه ب10 مليون جنيه بيجيب دخل 900 ألف جنيه، فهو بيجيب دخل 9%. ولو جينا نتكلم على عقار تالت بنفس القيمة، ممكن نلاقي موجود عقار بيتأجر سنويا ب1,200,000 جنيه، فهنا بيجيب دخل 12%. فلو العقار موجود وشغال بعرف قيمته الفعلية من الدخل اللي بيحققه. وخلينا دلوقتي نتكلم مع بعض كخبير عقاري متخصص في الاستثمار العقاري جاهز يقيم عقار خطوة. وأول نقطة هي انزل شوف العقار بنفسك، ما تعتمدش على صور أو فيديوهات. انزل شوف المنطقة وشوف ايه اللي بيحصل حواليها، وحاول تنزل في أوقات مختلفة علشان تكون تصور عام عن المنطقة. وكمان الخطوة اللي بعد كده انك لما تنزل المنطقة اسأل على آخر أسعار البيع في نفس المنطقة أو حواليها أو في المحيط بتاعها، علشان تعرف تقيم العقار اللي معروض عليك بشكل مظبوط. وده اللي بتقدر تعرفه من مسوقين بيعرضوا في نفس المنطقة أو حارس عقار. ساعات كتير حارس عقار ممكن يديك معلومة تساوي مليون جنيه. وليا صديق شخصي كان حاطط عينه على مكان وحابب يعمله بخدمات استضافة الفندقية، حابب يعمل بيزنس كبير جدا، وبالفعل بدأ ياخد خطوات ونزل على أرض الواقع مرة واتنين وتلاتة. فنزل مرة بالليل وكانت الدنيا هادية وبيتكلم مع حارس عقار جنب العقار اللي هو بيفكر يشتريه، وسأل هو ليه المنطقة هنا هادية أغلب الوقت، وعرف ان في ناس مهمة ساكنة هنا ومش هيقدر يعرف يعمل المشروع بتاعه بسهولة في منطقة زي دي. نزوله اكتر من مرة وفر عليه وقت ومجهود وفلوس، وكان هيتحبس في استثمار مش مناسب لفترة طويلة. لانه لو كان اشترى العقار فعلا وبعد كده عرف المعلومة دي ومعرفش يعمل المشروع اللي هو كان داخل عليه، وقتها كان هياخد وقت على ما يعيد بيعه لانه كان عقار بمبلغ كبير. النقطة اللي بعد كده احسب سعر البيع المتر مقارنة بجودة التشطيب اللي انت هتستلم بيها. لان في بعض الاوقات زي ما اتكلمنا قبل كده في ناس بتعرض بسعر متر قليل ولكن بدون تشطيب في منطقة سعر المتر فيها اعلى شوية، ولكن ده للنص تشطيب او المتشطب، فبيبقى في لعبة تسويقية ما بتاخدش بالك منها. وده في حالة ان انت بتشتري كمشتري عادي، ولكن لو بتبص بعين الخبير بتعرف السعر القليل ده اكيد وراه حاجة وبتوصل للمعلومة قبل ما تاخد قرارك. واخر نقطة حابب اكلمك فيها وانت بتقيم العقار هي انك تفكر زي المستثمرين. اسأل نفسك هل العقار ده سهل أبيعه بعدين؟ هل في طلب عليه فعلا؟ هل حالته تسمح بالإيجار؟ هل هصرف عليه بعد الشراء؟ لو هصرف عليه فأنا حاطط ده في الميزانية بتاعتي؟ كل الأسئلة دي هتساعدك تعيد تفكيرك وترتب أولوياتك وتختار العقار المناسب ليك. وخليني أقول لك شوية إشارات تخلي بالك منها، لو لقيتها موجودة لازم تعرف إن أنت داخل على حاجة مش مظبوطة والعقار ده ممكن يسبب لك مشكلة. واول حاجة في حالة ان انت بتشتري ريسيل هو ان العقار يكون عليه نزاع قانوني او في ورقة في تسلسل الملكية مش موجودة. وتاني حاجة ان العقار في منطقة فيها مخالفات في المباني كتير، او انت بتشتري شقة في عقار في جزء مخالف. وكمان لو في مشاكل في المرافق او الصيانة ومش عارف هتتعمل امتى. لان ليا صديق اشترى في عماره الاسانسير ما كانش شغال فيها وقالوا له هيشتغل خلال 3 شهور، ولحد النهارده الاسانسير ما اشتغلش، والكلام ده تقريبا بقاله 3 سنين. واخر اشاره تخلي بالك منها ان سعر العقار مغري واقل بكتير من سعر السوق. لازم تعرف ان كل قيمة بتساوي سعر، فما السعر بيكون قليل في وراه قيمة قليلة ولكن مش واضحة. ولو هنصحك نصيحة في الجزء ده من الكورس بتاعنا فهقول لك حاول ان انت تختار الاختيار بتاعك بعد مقارنة لثلاث عقارات متشابهين، وتحاول تختار فيهم الاختيار الافضل والانسب، وما تستعجلش في القرار. ان انت تاخد قرارك بالراحة وبهدوء وبتفكير بيبقى افضل بكتير من الاستعجال، لان اما بتستعجل في حاجات ما بتبقاش واخد بالك منها. وفي النهاية اللي بيفرق مستثمر عن مستثمر هو بيعرف يقيم العقار بنفسه ولا لا.
لان المعلن دايما هيقولك السعر اللي عنده، وانت الوحيد اللي هتقرر اذا كنت هتشتري بالسعر ده ولا لا. تقييم العقار مش مهارة صعبة ولا معقدة. تقييم العقار بيبقى محتاج شوية خبرة وشوية ممارسة، وبيتهيألي انت دلوقتي جاهز ليها. وقبل ما نخلص الفيديو خليني اقولك كلمتين مهمين جدا. اولا، اللي انت شفته دلوقتي ده جزء من كورس كامل اسمه العقارات لغير العقاريين. الكورس معمول مخصوص علشانك، علشان لو كنت عايز تاخد الخطوة الجاية بوعي، او كنت لسه في البداية وما عندكش اي معلومة وعايز تستثمر في العقارات. ولو دي اول مرة تشوفني ما تنساش تعمل لايك وفولو والحاجات اللي من النوع ده علشان نتابع مع بعض وتشوفني تاني. وكمان تشارك المعلومة دي مع اكتر حد محتاجها، علشان نجاح الكورس ده هو ان يشوفوا اكبر عدد من الناس. وده لو مهتمين ان هم يمتلكوا عقار قريب، سواء بغرض السكن او الاستثمار. وكمان علشان تستفيد من الكورس ده اكبر استفادة، بنصحك انك تشوف الفيديوهات من الاول وبالترتيب، لان كل جزء فيه بيكمل الجزء اللي قبله، ومعمول بتسلسل يخليك تطلع افضل نسخة منك بتمتلك وعي عقاري حقيقي. الكورس مجاني بالكامل، وده لأن هدفه من البداية هو المنفعة العامة للجميع، وإني أشاركك سنين من الخبرة وخلاصة تجارب حقيقية، مش مجرد كلام نظري. لكن الأدوات والاستراتيجيات اللي موجودة في الكورس ساعدتني وساعدت عملاء كتير إن هم يحققوا أهدافهم العقارية. فأهم نصيحة ممكن أقولها لك دلوقتي هي إن المعلومات لوحدها مش كفاية، والتنفيذ والتجربة العملية وإنك تبدأ تاخد خطوة بنفسك دي أهم حاجة دلوقتي. وده لأن الفرق الحقيقي في القدرة على التنفيذ، وإزاي تجرب المعلومة وتطبقها بنفسك وتعيد تجربتها تاني بدون ما تيأس. بنصحك كمان خد نوتس وسجل الملاحظات بتاعتك، وارجع تاني عيد الجزء اللي محتاج تفهمه وتركز في تفاصيله والنقطة اللي انت واقف عندها لو محتاج تأكد على المعلومة. وكمان اسأل وتناقش مع مستثمرين تانيين، أو حتى اطلب استشارة لو محتاج مساعدتنا. وأخيرا شارك اللي استفدته في كومنت، وشارك المعلومة دي مع غيرك لو محتاج إن هو يسمعها. وخليك عارف إن معلومة واحدة ممكن تغير حياتك ومستقبلك بالكامل لو فهمتها صح. أنا اسمي أحمد سراج، وده جزء من رحلتك في العقارات لغير العقاريين، ومستنيك في الجزء الجاي من الكورس علشان نكمل مع بعض الرحلة اللي تساعدك تطلع منك أفضل نسخة لمستثمر عقاري ناجح وعارف هو بيعمل إيه.